السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكابلات الفايبر، سرعتها، مميزاتها، عيوبها، وإمتى هيوصل لك الفايبر والتكلفة الإجمالية، وإمتى تطالب بالفايبر ومن له الأحقية في التوصيل مجانا. بس طبعا قبل أي حاجة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه مشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. طب مبدئيا كده، إيه هي كابلات الفايبر؟ كابلات الفايبر عبارة عن كابلات زجاجية تعتمد في نقل الإشارة على الضوء، وهي التي تربط الدول ببعضها مكونة شبكة الإنترنت العالمية. زي ما احنا عارفين إن كابلات الفايبر أو الكابلات الضوئية هي الكابلات اللي بتربط الدول ببعضها مكونة شبكة الإنترنت، واللي بتعرف باسم الكابلات البحرية. ومصر شغالة بالكابلات الضوئية من سنين، مش بالكابلات اللي بتربط السنترالات ببعضها. في البداية تم الربط ما بين السنترالات بالكابلات الضوئية، وبعد كده اتطورت أكتر وتم ربط السنترالات بالكباين بكابلات ضوئية، وأصبحت الكباين كباين فايبر. وحاليا بيتم التطوير ما بين الكباين والعملاء بكابلات ضوئية، وتم بالفعل توصيل بعض العملاء وخاصة المدن الجديدة بالكابلات الضوئية، وجاري تطوير باقي المدن في مبادرة حياة كريمة. نيجي بقى لمميزات الكابلات الضوئية وإيه اللي بيميزها عن كابلات النحاس. مبدئيا كده زي ما قلنا إن الكابلات الضوئية بتعتمد في نقل الإشارة على الضوء، مما يزيد في سرعتها. يبقى أول حاجة هي السرعة، يبقى سرعة نقل البيانات. يبقى كده أول حاجة هي السرعة، فهي سرعة فائقة في نقل البيانات تصل إلى 10 جيجا بايت. تاني حاجة أقل عرضة للتداخل، يعني مفيش تداخل زي الأول في كابلات النحاس. تالت حاجة قوة الإشارة وعرض نطاق ترددي أعلى. رابع حاجة بقى هي المسافة بتاعتك 200 مليون متر في الثانية. يعني حضرتك مجرد انك هتوصل السلك خلاص الإشارة وصلت عندك في البيت، وخلاص ما عدتش مقيد بقى بحاجة 100 متر و200 متر و300 متر. لا، وصل زي ما انت عايز، طول زي ما انت عايز. بس بقى هنيجي للعيوب وهنشوف ليه ما تقدرش انك توصل كابلات طويلة. طيب ايه هي بقى العيوب؟ العيوب هي التكلفة العالية. تكلفة الكابلات الضوئية عالية جدا بالمقارنة مع الكابلات النحاسية. تاني حاجة ضعيفة وهشة، وده بقى اللي يمنعك انك تمشي بيها مسافات طويلة. يعني ما ينفعش تجيب كابل ضوئي وتمشيه بقى من فوق السطح وتعديه من البيت لبيت زي الأول، مثلا توصل من البوكس اللي تحت البيت أو من البيت اللي جنبك، لكن هتمشي بيها مسافات طويلة لا. الكابلات بتاعتك هشة وضعيفة، لو اتنت ممكن تتكسر. نيجي بقى للعيب التالت وهي صعوبة إصلاحها. يعني الكابلات ديت لو اتنت واتكسرت حضرتك مش هتعرف تصلحها، لازم تجيب فني متخصص هو اللي يصلح لك الكابل ويلحم لك الكابل ده، وإلا هتقوم بتغيير الكابل بالكامل، وده طبعا هيكلفك مبالغ طائلة خصوصا لو كان الكابل طويل. فالأفضل في الكابلات الضوئية يكون الكابل قصير، يا دوبك جاي من البوكسة تحت بيتك أو البيت اللي جنبك وطالع يا دوبك على الشقة بتاعتك. المشكلة مش في طول السلك، المشكلة هو هيكون عرضة للخطر ولا لا. يعني ممكن يتنى، ممكن يتكسر ولا لا. لكن لو ماشي جوه البيت وآمن في طريق آمن، مفيش أي حاجة تعوقه أو تكسره، خلاص يبقى مفيش مشكلة. نيجي بقى لأهم حاجة، إمتى هتوصل كابلات الفايبر وإمتى تطالب بتوصيل الكابلات الفايبر عندك. هنوصل كابلات فايبر لما تلاقيهم ابتدوا يعملوا الكباين والكابلات في الشارع عندك. يعني أول ما تشوف البوكسة بتاعت الكابلات الضوئية كده بقى تحضر نفسك للكابلات الفايبر. طيب امتى اطالب بقى بكابلات الفايبر؟ تطالب بكابلات الفايبر في حالة ان كل العملاء وصل لهم انترنت فايبر وكابلات فايبر ما عدا انت. يعني انت الوحيد اللي لسه ما وصلوش كابلات الفايبر. بمجرد ما توصل كابلات الفايبر في الشارع بتاعك وتتعمل البوكسات اللازمة لتوصيل الكابلات،
بيتم تغيير الكابلات اللي عندك اوتوماتيك، يعني حضرتك من غير ما تقدم طلب ولا اي حاجة هيتم تغيير الكابلات اللي في الشقة عندك اوتوماتيك. تلاقي الفني جايلك ويركب الكابل من البوكس لحد عندك في الشقة. طيب هيتوصل ازاي والتكلفة بتاعته قد ايه؟ بالنسبة للتوصيل هيجي الفني وهيوصل لك الكابل من الشارع لحد عندك فوق. طيب التكلفة طبعا عالية، التكلفة ممكن توصل من 1000 ل 1500 على حسب مسافة وطول السلك. ولكن بالنسبة للعملاء المصرية الحاليين فحضرتك مش هتدفع ولا مليم، وهو ده اللي له أحقية التوصيل المجاني. العميل الحالي له أحقية التوصيل المجاني، مش هيدفع ولا مليم. الكابل هيوصل لك من تحت لحد عندك فوق ويركب الراوتر وما تدفعش ولا مليم لأنك عميل حالي. لكن العميل الجديد بس هو اللي هيدفع التكلفة، واللي هيقدر التكلفة ديت هي طبعا المصرية أو السنترال اللي أنت تابع ليه. طيب نيجي بقى للراوتر. بالنسبة للراوتر فحضرتك هتاخده تقسيط زي الراوتر السوبر فيكتور بالظبط ب 57 جنيه في الشهر. طب بالنسبة بقى لو أنا عندي راوتر سوبر فيكتور، يعني أنا واخد راوتر تقسيط قبل كده، لو أنت واخد راوتر تقسيط قبل كده هترجع الراوتر ده للسنترال وتاخد راوتر مكانه، يعني هترجع الراوتر سوبر فيكتور وتاخد راوتر مكانه راوتر فايبر. طب لو انا عندي بقى الراوتر ابو 5 جنيه وابو 10 جنيه والكلام ده، لو انت عندك الراوتر ابو 5 جنيه او 10 جنيه بتدفع الباقي من ثمنه، وطبعا ده بيكون مبلغ بسيط لان الراوتر ده من زمان قوي وكان اساسا ثمنه قليل. فهتلاقي نفسك بس هتدفع 100 او 200 اللي هي ثمن الراوتر العادي اللي كان عندك، اللي هو الراوتر الاي دي اس ال او الفي دي اس ال اللي هو كان بخمسة او بعشرة تقسيط. هتكمل ثمنه وتاخد الراوتر الفايبر الجديد، هتاخده برضو بنظام التقسيط اللي هو 57 جنيه في الشهر. بالنسبة بقى لتوصيل الكابلات في الشقة وتركيب الراوتر والإعدادات الأولية فده كله هنتعلمه سوا في الحلقات الجاية إن شاء الله، وهنتعلم كمان إزاي نركب الفيشة بتاعة الكابل الفايبر وكل حاجة نتعلمها عن الكابلات الفايبر إن شاء الله في الحلقات القادمة. خليكم متابعين، خليكم معانا ومستر تك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة متنساش تضغط لايك، ولو لسه مشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبوها لي في التعليقات أسفل الفيديو وبحاول أرد عليكم في أقرب وقت ممكن. وما تنسوش الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والتيك توك محمد موسى مستر تكنولوجي ومستر تك. وشكرا على حسن متابعتكم. وما تنسوش